كل مرة كان بيجي خبط على باب الشقة، أبويا كان بيزعق ويقول وضع التخفي، وكنا أنا وأخويا قدامنا 30 تانية نطفي فيها كل النور في البيت. كنا بنجري في الشقة زي المجانين، نقفل اللمبات، نفصل التلفزيون وهو شغال في نص المشهد، ونقفل أي صوت خالص. في واحد بره كان بيخبط جامد على الباب ويزعق عارف إنكم جوه يا صاحبي. أبويا كان بيحسب لنا الوقت، أول ما البيت يبقى ضلمة مفيش كلام مفيش حركة وممنوع نبص من الشباك، نقعد ساكتين لحد ما نسمع صوت البومة بتاعت أبويا، وده كان معناه إن الأمان تمام. احيانا كنا نقعد 5 دقائق واحيانا توصل لساعه، بعدها كان يعمل لنا هاي فايف ويقول النينجا الحقيقيين ما كانوش هيعملوا احسن من كده. كان بيقول لنا ان وضع التخفي ده سر خطير جدا وممنوع نقوله لاي حد، لا لمدرسين ولا اصحاب ولا اي حد، وان الناس العاديين مش هيفهموا. لسنين طويله كنت مصدقه. لما كان عندي 8 سنوات سالت بابا ليه بنستخبى كده، قال لي في واحد مزعج بيضايق العيله، وان وضع التخفي هو طريقتنا نتعامل معاه. حسيت بفخر ان عندنا مهاره سريه بتغلب الاشرار. لما بقيت 10 سنوات سمعت صوت الراجل اللي بره بيقول حاجه عن رهان و20 دولار. شديت في كام بابا وقلت له بصوت واطي هو الشرير عايز يسرق فلوسنا. ساعتها شتمني بعصبيه وقال لي اخرس، وده خلاني اخاف. لما بقيت 12 سنه كسرت قاعده عدم الابصار وبصيت من الشباك لقيته راجل عادي جدا لابس بولو واقف على الباب ماسك دماغه ومتعصب شويه، مفيش اي شكل مجرم خالص، كان شكله زي عم تعبان. لما بقيت 13 سنه قلت لابويا اني هفتح الباب واقوله يمشي، وشو اتغير خالص وقال لي لا مستحيل تعمل كده. دي كانت أول مرة أحس إن الموضوع مش هزار زي ما كنت فاكر. لما كبرت 15 أو 16 سنة الموضوع بقى قليل جدا، بس لو حصل كنت ألاقي بابا بيبص من الشباك وهو باين عليه إحراج، وماما قاعدة بتتمتم على الكنبة. لما بقيت 17 سنة وكنت لوحدي في البيت سمعت الخبط تاني، عارف إنكم جوه بقالها 12 سنة يا راجل. فتحت الباب، الراجل كان هيقع لورا من المفاجأة، راجل عادي خالص متوسط السن ماسك ورقة مكركبة. قال مساء الخير، هو والدك موجود؟ أنا صاحب قديم ليه من الكلية. ورفع الورقه وقال ابوك كان واخد معايا رهان ب20 دولار ان مايكل جوردن مش هيكسب البطوله السادسه. ده كان سنه 1998 وانا بقالي 12 سنه بخبط على الباب ده. واداني الورقه اي او يو عليها توقيعهم الاثنين. سبتها على ترابيزه المطبخ، ماما شافتها الاول وضحكت لدرجه انها مسكت في الرخامه. بابا مسكها قراها حطها بهدوء وقال اول حاجه كده هو عرف ان في حد في البيت، وبعدين طفى نور المطبخ ودخل تحت الترابيزه. احنا كناش في خطر خالص، ابويا بس خسر رهان بسبب اعظم لاعب في التاريخ.